ايه والزد ايه، جبت لي اسم راجل المفروض ان هي الشخصيه بتاعت الباشمهندسه ام 3 زد، طلعت بسم الله الرحمن الرحيم فجاه كده هي الباشمهندس مصطفى عبد المعز عبد الستار. يا استاذي الفاضل يا صاحب الوكاله المعروفه، ماشي، الراجل ده معتقل اصلا، الراجل ده معتقل من 2019. اتفضل. يا استاذي الفاضل انا ست مش متعلمه ولا افهم اي حاجه من السياسه، انا بالفعل قسما بالله العظيم انا لو معايا تليفون تاني كنت وريتك السكرين، اقسمت بالله العظيم وربي شاهد على ما اقول، انا بالفعل دخلت على جوجل لقيت جوجل يا عمو ادخل شوف، جوجل كتب لي ان هو معتقل سياسي من 2019. يعني المعتقل السياسي من 2019 ده بسم الله الرحمن الرحيم معاه هاتف محمول داخل الزنزانه ومعاه فلوس بيدعمنا بيها، اللهم صل على النبي. طب يا اخويا دخلني المعتقل طالما اللي في المعتقل معاهم تليفونات وطالما اللي في المعتقل معاهم فلوس يدعموا الناس. اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعوا فيه الى الله، سيبوا الناس في حالها، الوحش وحش لنفسه والحلو حلو لنفسه وخافوا ربنا. اخش بقى في المسابقه، كان نفسي والله الباشمهندسه تكون موجوده، انا مش مقتنعه بحوار القلب بس يلا زي بعضه، كان نفسي اسد من الغابه بتاعتها الصلاه على النبي عليها. الحديث بيقول ايه، خد بالك ها، ركز معايا شويه يا اللي سامعني من جوه اللايف وبره اللايف. واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسر. ها ده الحديث، ادخل كده وحلله، وهقول لك آية من سورة التوبة الآية 51. ها معلش أنا معذرة للإخوة الشيوخ اللي موجودين أنا ما بقراش بالتشكيل. الآية بتقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. المؤمنين يا بلد الإسلام، تحيا مصر بشعبها وبجيشها وبداخليتها. بس في ناس محبين كتير. خد يا ست اسد على الريحه اهو، معلش اسد على الريحه عشان خاطرك، المره الجايه هيبقى سكر زياده مش ساده يعني. قولي تاني اسد على الريحه اهوت، كل سنه وانت طيبه. بصي طلباتك كلها مجابه، ما اقدرش ازعلك، اللي انت عايزاه اتفضلي. يونيفرس، واحده يونيفرس، واحده يونيفرس حاضر. دي على الريحه برضو، دي ما اقدرش اعملها على الريحه. عايز اقول لك على حاجه، المعلومه خطا، فانا اسيب الناس ايه، الناس خلي بالك احنا ما نصلحش معلومه لحد، احنا ما نصلحش معلومه لحد. في واحد هيبقى محب او كاره عايز بقى يمسك الدليل فيخش يبحث، هيروح كاتب الاسم يخش يبحث يروح مصدوم كده هوت، يروح مصدوم. الله سبحان الله. انا اول مره يعني اؤمن عن قريب بان الغباء جندي من جنود الله. حلو، يعني هم بيقدموا دليل الادانه لنفسهم. والله ما رضيت اعلق، والله ما رضيت اعلق. ليه؟ انا عايز الناس هي اللي تبحث. يعني ايه؟ ابحث يا عم على الاسم ده والصوره دي كده، شوف حكايته ايه. هتسمع ورده بتقول لك حكايتي مع الزمان، بس حكايتي مع الزمان من السيد فلان والمعلم جهبذان وابن البلد اللي بيقلب يمين وشمال وعقل شمال والدنيا ماشيه شمال وبيغني موال والموال ملوش حروف ولا معنى. فحط نفسك في اللفظ. انا بشكرك جدا، ونروح عند الملك لله. سؤالك يا فندم سؤال صعب جدا. لين الحمله دي طبعا انتوا كنتوا في برامج قبل كده وكنتوا بتدعموا بمبالغ طائله، وانا اعرفكم من 10 سنوات وكنت متابع هذه البرامج وكنت بتدعموا. واول ما بدات تجاربكم تجاره الاعضاء بدات في البرامج هناك، ثم جئتم الى هنا لتكملوا النشاط، فتحيه لكم على ما تفعلون. يعني من 10 سنوات يعني ناس ذكرت في قضيه الاعضاء واللي كانوا موجودين هناك وكنتوا بتدعموا بمبالغ طائله، وانا كنت عندهم وبدخل لايفاتهم. فاهدوا شويه كده لان تاريخكم معروف معروف معروف، واللي بيعمل لله معروف، واللي بيعمل لصالح نفسه
وبيشتري الناس بفلوسه معروفين. فما فيش داعي تزايدوا على الناس اللي بتعمل لله عز وجل. وشكرا يا دكتور.